في منتصف موسم 98-99 قرر يوفنتوس ضم هنري مقابل 12.5 مليون جنيه استرليني، ولكن هنري واجه عدة تحديات خلال فترته القصيرة في اليوفي، وده كان بسبب اختلاف في مركز اللعب في يوفنتوس، لأن هنري لعب كجناح بدل من مركز المهاجم الصريح، وده اللي كان مرتاح فيه أكتر ومادي فيه بشكل كويس. التغيير في المركز قلل من فعاليته وأدى لصعوبته في التكيف مع أسلوب اللعب الجديد، وبسبب طبعا اللعب الدفاعي في إيطاليا. كان الدوري الإيطالي في الوقت ده معروف بالأسلوب الدفاعي الصارم، ده ما كانش مناسب تماما لأسلوب هنري الهجومي واللي بيعتمد على السرعة والمساحات الواسعة، بالإضافة للضغط الكبير والتوقعات العالية عليه. فهنري كان لسه شاب ساعتها، ولكن كان متوقع منه كتير لأنه هيلعب لنادي بحجم يوفنتوس، فالضغط الكبير والتوقعات العالية أثرت على أدائه وزادت من صعوبة التكيف في بيئة وثقافة مختلفة. وما ينفعش ننسى طبعا نقص الفرص اللي على الرغم من موهبته ما حصلش هنري على فرص كتيرة لإثبات نفسه، كان بيلعب بشكل متقطع وما قدرش يلعب باستمرارية تساعده على تطوير أدائه. فعلشان كل الأسباب دي